السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم في فيديو جديد ومنتجات جديده، ومعانا النهارده مشروبات متنوعه وجديده. طبعا كل المشروبات دي مصريه 100%، ما طبعا منتجات بلدنا ولازم نشجعوها. طبعا معانا مشروبات متنوعه، معانا مثلا دومتي، معانا كمان جهينه، ومعانا بريجو، ومعانا اصلان، ومعانا كمان لامار، ومعانا منتجات كتيره جدا، ومعانا كمان اطعمه مختلفه. يعني معانا مانجا، ومعانا تفاح، ومعانا كوكتيل، ومعانا كمان اللي انا مجربتوش قبل كده واول مره اشوفه، الكوكتيل ده من اصلان، ده بطعم المانجا والخوخ. وطبعا اول مره اجربه، اول مره اشوفه في السوق، بس بصراحه هنجربه سوا ونشوفه تقييمه هياخد كام، وهل طعمه هيبقى حلو ولا هيبقى اي كلام وفستك كده. فطبعا معانا منتجات كتير، ومعانا كمان منتج جديد لسه نازل السوق واسمه جو. انا اول مره بصراحه اشوفه، بس ما اعرفش اذا كان نازل من زمان ولا ايه. ما لقيتش منه غير بطعم المانجا، ولقيت كمان دومتي، لقيت منه بطعم المانجا والتفاح، ولقيت كمان منه اللي هو كوكتيل مانجا وجوافه. يا جماعه في حاجات كتيره جدا نزلت السوق، وبصراحه انتوا انتظروها وهنجيبوا كل الحاجات اللي انتوا عايزينها، بس اكتبوا لنا في الكومنتات اللي انتوا عايزينه. وحان الان وقت المشروبات. جبنا اول طعم معانا وهو الجوافة، وطبعا معانا من شركات كتيرة جدا متنوعة وكلهم مصريين. اول شركة معانا وهي جهينة، وبعدها دومتي، وبعدها لمار واصلان وبروجو، وطبعا كلهم بطعم الجوافة. بس بصراحة دورت في السوق كله على ان الاقي دومتي بطعم الجوافة، ما لقيتش. فصراحة البديل اللي لقيته حاليا اللي هو بتاع كوكتيل الجوافة والمانجا. فدلوقتي هنجربوهم طعم وندوهم تقييماتهم، والطعم بتاعهم هنقارنوه ونشوفوا أطعمة مين أحلى. معانا أول عصير وهو من جهينة، ويلا بينا نجرب. بصراحة هو الطعم فيها جميل جدا، والجوافة واضحة الطعم بتاعها، بس السكر فيها عالي سنة. فبصراحة أنا هقيمها وهديها 8/10. ومعانا تاني منتج وهو من دومسي، وده اللي هو الكوكتيل المانجا والجواف، ويلا بينا نجرب. طبعا بنفتحه الشنيمور الحلو ده، بنحطوه هنا في الفتحة الجميلة اللي بتاعتنا دي، وبندوقه. بص، هو طعمها غريب، لا منها مدي على جوافة ولا منها مدي على مانجا. تحسي انتي بتشربي كوكتيل اللي هو العادي بتاع الفواكه الكاملة ده، بس تحسي ان الطعم اللي واضح فيه اكتر الجوافة. فعشان كده انا هديله تقييم 7/10. انا تالت منتج بنكهة الجوافة وهو من لمار. وطبعا دورت كتير في السوق ان انا الاقي من منتج لمار الاطعمة، بس بصراحة ما لقيتهاش. يلا، وطبعا هنفتحوها من الفتحة الجميلة الكيوت بتاعتنا، وندوق الطعم ونقيم. بصوا، هو بصراحة ما كنتش متوقعة ان الطعم بتاع لمار هيطلع كده. أنا بصراحة حاسة ان انا خدت، عارفين الجوافة اللي بتبقى الطرية المتفعصة دي لما بتعصريها في الخلاط، جيت اشربها بصراحة. معرفش هي ده سوء تخزين ولا ايه بصراحة، انما انا جيت ادوقها بصراحة مفيش طعم جوافة. هو انت تلاقي اللي هو البذور بتاعت الجوافة دي موجودة في بقك، وفي نفس الوقت تحسي ان في حاجة. بس بصراحة لامار مش الذوق اللي انا بحبه بصراحة في العصير، فبصراحة مش هديها تقييم. انما لو حد بيحبها مثلا او داق طعمها ولقى ان طعمها بالنسبة له حلو، يدينا التقييم بتاعها في الكومنتات. ورابع نكهة من رابع شركة معانا هي أصلان، وهي طبعا نفس النكهة الجوافة. يلا بينا ندوق ونجرب ونقيموها. بيبقوا مبرشمينها جامد بصراحة.
يلا بينا ندوق. بصراحة هي اصلا طعمها جميل جدا، وكمان السكر فيها مظبوط، مش اللي هو العالي قوي ولا واطي قوي، وكمان تحس ان انتي بتاكلي او بتشربي عصير جوافة فريش جدا، وكمان مهما قعدت بتحافظ على يعني الطعم الفريش بتاعها. وبصراحة انا هديها تقييم 9/10. واخر شركة معانا بنكهة الجوافة وهي شركة بريجو، وطبعا هندوقه ونقيموها زي ما عملنا مع اخواتها الحلوين. طبعا معانا الشاليمو الحلو الكيوت بتاعنا اللي لونه ابيض. بصراحة هو طعمه مش احسن حاجة، لان السكر فيه عالي جدا وطعم الجوافة مش واضح فيه، فبصراحة انا هديله تقييم 6/10. معانا تاني نكهة من الشركات الحلوة دي وهي نكهة المانجا، وطبعا معانا أربع شركات، وطبعا معانا أصلان وكندا ومعانا كمان دومتي ومعانا جهينة. وطبعا هم ضحكوا عليا في المحل وادهالي من غير شانيمو. طبعا مش مشكلة، هنستعينه بشانيمو من النيش من عند ماما، ويا رب بعد الفيديو ده ما اتذبحش، وان شاء الله هنجربه ونشوفه طعمها عامل ازاي. استعنا بشانيمو النيش الجميل بتاع ماما، ويلا بينا نجرب. بصراحة هو طعمها حلو، في نفس الوقت انت تحسي ان انتي تشربي عصير مانجا جميل جدا وفريش، بس في الاخر كده بتحسي في مرارة. فبصراحة هديها تقييم 7/10، لان بصراحة هي المرارة اللي في الاخر دي طعمها مش حلو. ومعانا تاني منتج من النكهة بتاعة المانجا وهو دومتي، يلا بينا نجرب. طبعا المرة دي ما ضحكوش عليا وادوني فيشا ليمون، بس يا رب كل الحاجات اللي معانا يكون فيها شاليمو، عشان ما يكونش يعني ما نضطروش نستعينوا بشاليموهات اكتر من عند ماما. بصراحة هو طعم المانجا هنا واضح اكتر من اللي كان قبله، وبصراحة الطعم بتاع السكر مظبوط ومش عالي ومش قليل، بصراحة طعمه حلو، فعشان كده هديله 9/10. معانا تالت منتج من نكهة المانجا الجميلة بتاعتنا، طبعا دي من شركة كندا. وطبعا هو كندا ده اسم بنت يا جماعة مش اسم شركة، بس يلا تلاقي صاحب الشركة بنته اسمها كندا ولا حاجة فسماها على اسم بنته عادي. بصراحة هو طعمها مش الطعم الطبيعي اللي هو المفروض مكتوب عليها ان هي طعم طبيعي، بس انتي تحسي ان هو طعم صناعي اللي هو نكهة بس بصراحة نكهة المانجا مش باينة فيها كطبيعي ولا حاجة. فبصراحة تحس ان هي مية بس، ومحطوط عليها يعني كيلو مية ومحطوط عليه كوباية مانجا، تمام. فبصراحة تقييمي ليها هيكون 5/10. ومعانا اخر منتج في نكهة المانجا وهي اصلان، وطبعا اصلان دي مستمرة معانا في حاجات كتير لسه. طبعا هنفتحوا الشاليمو بتاعنا الجميل اللي لونه ابيض اللي اتنصب علينا فيه قبل كده، يلا بينا ندوق ونقيمه. بصراحة هو الطعم فيها تحسي ان هو صناعي برضو، بس مش زي التاني تحسي ان هو مية بس، انما ده تحسي ان هو زي سائل كده، بس تحسي ان هو تقيل شوية في بقك. وبصراحة طعمه حلو جدا، بس كطعم صناعي بصراحة ما ادلوش التقييم اللي هو، فبصراحة هديله تقييم 7/10. اكتشفنا ان فاضل شركة لسه ما اتحطتش وهي جو. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها حلو، بس في اختلاف بسيط جدا موجود ان الشاليمو بتاعها لونه ازرق مش ابيض، تمام. فبصراحة يعني تجديد، هو تجديد بصراحة وحاجة حلوة، فيلا بينا ندوقه. بصراحة يا جماعة هو طعمها صناعي قوي، فبصراحة جولة المانجا المرة دي كانتش احسن حاجة، فده بصراحة هديله 7/10، لانه يعني طعمه خفيف جدا وكمان طعمه صناعي بزيادة. ودخلنا في اكتر نكهة انا بحبها وهي التفاح، وطبعا عشاق التفاح طبعا هيعرفوا انا بحبها ليه،
وطبعا زي ما انتوا عارفين التفاح كده بيبقى ليه طعم مميز جدا، ان هو لما بتدوقيه كده بتحسي ان انتي بتدوقي حاجه مسكره مع عصره ليمون كده، مع حاجه بصراحه بروفيشنال جدا. فبصراحه انا لقيت الثلاث شركات دول بس اللي في السوق، ودورت كتير عشان الاقي ما لقيتش. فاللي يعرف شركات تانية بقى بتبيع نفس الطعم والنكهات دي يكتب لنا في الكومنت. وطبعا لو في اي نكهة غريبة او اي منتج غريب يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس، واحنا مش هنبخلوا عليكم اي حاجة. ويلا بينا على اول شركة. ومعانا اول منتج او اول شركة وهي جهينة، ويلا بينا ندوق. طبعا جهينة بتختلف ان الشاليمو بتاعها بيبقى من الجنب، مش زي ما هما بيعملوا من الوش كده. وطبعا اللي هيسألوا ليه انا بتضايق لما بيكون من الوش، عشان بصراحة بيبوظ شكل الكرتونة بتاعت جهينة خالص، او يعني اي منتج بيتحط عليه. يلا بينا بقى ندوقوا طعمي المفضل. يا جماعة طعمه بصراحة خطير، هو ده طعم التفاح الاصلي بصراحة. بصراحة جهينة عرفت تظبط الطعم، لا منه هو عالي جدا ولا منه هو قليل جدا في السكر. وكطعم هي انت تحسي ان انت تشربي عصير جهينة طبيعي، عصير تفاح طبيعي جدا. وبصراحة تقييمي ليه هيبقى 9/10. اكتر منتجات عجبتني من الشركات اللي احنا عرضناها دومتي، وبعدها جهينة، وبعدها دومتي، وبعدها اصلان. طبعا اللي عجبني من دومتي وكان رقم 1 بالنسبة لي اللي هو طبعا التفاح بتاع دومتي، لان انا من عاشقين التفاح. وكمان بعدها تفاح جهينة، وبعديها الكوكتيل بتاع دومتي اللي هو جوافة ومانجا. وطبعا معانا الجوافة بتاعت اصلان دي اخر حاجة. بصراحة هنجيبوا كل المنتجات والأطعمة بتاعت الشركات ونقارنوا ما بينهم. ولو عايزين اي منتج تاني اكتبوا لنا في الكومنتات. وغير كده ان احنا اي حد بيطلب مننا اي حاجة في الكومنتات بننفذها له على طول. وكده تكون خلصت حلقتنا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله.